قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ويقول الملائكة مؤنث وتوفاهم مذكر، قال توفاهم وليس تتوفاهم، فلماذا؟ أولا ليست الملائكة مؤنث ولا توفاهم مذكر. الله أكبر. نعم. نعم. الملائكة ماذا؟ ملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يذكر ويؤنث، ولذلك في القرآن الكريم ورد كما سأذكر الآن. نعم. ورد لهم الوصف بالتذكير والفعل بالتذكير والتأنيث كما سأذكر. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر هي توفاهم ليست مذكر. نعم. وإنما هي مؤنثة تتوفاهم. تتوفاهم طبعا. طيب. تتوفاهم. نعم. تتوفاهم مؤنث. نعم. وحذفت إحدى التائين. أصل الفعل هكذا. طبعا. وهذا كثير في القرآن الكريم، ولا تفرقوا ولا تتفرقوا. أحد التائين في القرآن تحذف لأسباب أيضا فيها أمور بيانية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أصلها ولا تتفرقوا. طبعا لأن في آية الأخرى ولا تتفرقوا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صحيح. يعني في آية أخرى. صحيح. ولا أن تبدل بهن من أزواج. وتتبدل. صح. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. صح. هذا هو يعني عند العرب أنه إذا كان الفعل مبدوء بتاءين، تاء المضارعة وتاء الفعل، نعم، يصح حذف إحدى التائين تخفيفا في المضارع. حتى نوضح الصورة لي وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام، الفعل توفاهم مبدوء بتاء. نعم. فتاء المضارعة تتوفاهم. نعم. تحذف أحد التائين. يجوز. طيب. في القرآن لسبب، على كل احنا الآن ليس هذا موضوعنا. نعم. لسبب تخفيفا، لو يعني كان ممكن يعني نذكر يعني الحذف في الفعل تخفيفا لماذا؟ فنضرب أمثلة في توفاهم وغيرها من الأمثلة. نعم. على أي حال. إذن ليست الملائكة مؤنث ولا الفعل مذكر. طيب على هذا الفعل مؤنث. خلاص إذن مؤنث الفعل. صحيح. يبقى لماذا استعمل مؤنث؟ صحيح. وفي آيات أخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إذ يتوفى الذين مذكر. صح. والذين تتوفاهم الملائكة هنا فعل مؤخر تقدم عليه الذين كفروا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، جاء بالتائين. صحيح. جاء بالتائين. نعم. إذن هذا حتى السائل يعني يعرف المسألة كما هي. نعم. الملائكة أيضا هي ليست مؤنثة. مش فيها تاء التأنيث؟ جمع تكسير، مثل طلبة مؤنث؟ لا. خلاص مثل طلبة هي. ولا ملحق بالمؤنث. ولا خلاص طلبة. كتب. صاغة الصاغة صاغة. ولا هذا.